عشان اشوف بقيه الحديد بتاع السقف ده فوق ولا تحت. فهمت قصدي؟ ان ده فرقتين، المفروض انه فلات سلاب يا اما تنبقى ايه؟ قال انه فلات سلاب واعرف السقف ده فلات سلاب ولا لا، فخدنا منطقه طرفيه عشان نشوف فيه فعلا حديد فوق وحديد تحت ولا لا. لان زي ما انتم شايفين فوق كده بصوا اهو مفيش كاميرات ساقطه، فيا فلات سلاب يا ضاحك على الناس طبعا وعامل سخين جوه كده وبيقول لهم دي كاميرات مدفون. انا مش عايزك، بص انا مش عايزك تغوط جوه. بص انا عايز نعمل ايه؟ بص حضرتك انا عايز اعمل عايز اعرف سمك الرمل قد ايه، مش لازم اشرح لك. طبعا في حدود 15 سم رمله، وده غلط طبعا على السقف من فوق يا دكتور. انا طبعا كل حاجه بشوفها. دي المونه بتاع السيراميك اهيت اهي، دي مونه السيراميك اهيت. تعالى كده بص معايا، دي مونه السيراميك اهيت. انا مش شايف الصناعيه كله ده، في ناس بتعمل هذا المكان ده لوحده ممكن مع الحديد البايظ ده كله ده يعمل ديفليكشن ويقع. كده رقه واحده بس على المسافات دي. انا هشوف كمان، انا هقيس المسافات دي كمان عشان نشوف. مش هقول بقى اللي اتأدب، دي مش هندسه، دي مش هندسه، دي قله ادب. انا سامعك. والمبيض والمبلط والنجار والحداد ده في الهندسه. فكون انك انت واقف مع مهندس واثنين وثلاثه واربعه وعشره وشفت الصح وتيجي انت تعمل حكايه تانيه تبقى قليل الادب كده على طول. قليل الادب في حق الهندسه، يعني مش في قليل الادب في تربيته. يعني احنا دلوقتي ادي 7 متر، ده يا لهوي، ده المسافه الصغيره. في 12 متر، 7 في 12 بدون كاميرات. 7 في 12 بكام؟ 7 في 12 7 في 10 84 بالظبط. 84 متر 84 متر مسطح ما فيهاش كاميرات. وممكن انا لو دخلت جايه ان في فتحه هنا، المفترض ان انا بعمل حاجه اسمها نقول كده مظله لبير السلم. اي حد بيبني اي بيت بطريقه هندسيه صحيحه لازم يبقى فيه غطاء لبير السلم، وبيبقى فيه شبابيك جانبيه. لكن شوف انت، شوف صارف وكتل وارتفاعات، وبيضحكوا على الناس يعملوا فرم جبس، فرم في الخرسانات وعمدان في الدورات بره. هي القصه بتاعته انه بيلعب في دماغ الناس في الكلام ده. ومعظم المنصوره كده، خلي بالك. تعال دور بقى، ادي رطوبه هنا، بص المنظر عامل ازاي، هاين المكان بالكامل. وفي احتمال كبير طبعا هتلاقي الحديد فوق نفس الكلام عشان الشتاء كمان اللي بتيجي عليه. ما تزعلش كده وكشر ليه؟ انا عملت لك حاجه؟ بص الرطوبه اهي، بص الرطوبه وراك يا مان اهي اهي بالراحه بس بالراحه. ادي الرطوبه يا دكتور. ده بح ولا وز ولا حمام؟ لا بح ولا وز. ده كان اكل حمام. لا دي كانت بطاريات. بطاريات. احنا ده دي طبعا محارة عشان يتلم سيخ الحديد المكسور في معين. المسطح ده بالكامل لازم يتعزل في اسرع وقت، تمام. واشائر الحديد دي لازم يتعمل لها عزل وغطاء، ده عشان نحمي الباقي. والاربع تجناب دول من اول العمود ده والعمود ده والعمود ده والعمود ده يترفع فوق او يتعمل شاسيه حديد كريتال ويتغطى بقى بايه، بصاج معرج، باي حاجه شكلها حلو. المهم تحمي المطره، لان طبعا لو كنت انت هترمم وهترمم السلم الميه ما تنزلش عليه تاني، وده لازم يتعزل بالكامل. والسطح من فوق وحش، لكن انت الحمد لله ما فيش شروخ. حاجه زي كده برضه، ولا انتوا لميتوها؟ لو في تنسيمات بسيطه بس ما. طب ما تفتحها عليها بقى. ايه؟ افتح افتح افتح. مش عايز اكسر تحت، مش هتطول. لا ما احنا هنفتح على السقف من هنا. لا انزل رأس بقى، احنا مش هنقشر. ده انت دي اجنه مش مسمار.
مش هيخلصها. مسطح كام؟ المسطح على ما اتذكر كان 200. اقل من 400 حاجه بسيطه. بتهرج والله. حضرتك بس تحت يا باشا الصاله بس 84 متر. على ما اتذكر بس. ايه؟ الصاله تحت 84 تعال تعالوا بصوا بقى، انا اكتشفت ايه. تعالوا بصوا، ادي مكان الاملاح اللي كان بيتصب بيها. شوفوا مخرمه في السقف ازاي. بصوا ادي املاح الكوريدات واملاح الكبريتات. طلع لنا يا عم اهي بص اهي. والله هي مش دي يا ابني؟ انت شغال في المهنه؟ مش دي الطفله؟ طلعها لي اهي. ادي املاح الكوريدات واملاح الكبريتات اهي. خد سيادتك حلالها في المعمل. هي دي بقى ميه النار اللي بتاكل الحديد. انا هجيبها، اصلي ما بخشش بيت الا لما بجيبها اهي. اتفضل سيادتك وديها اي معمل. دي كبريتات كمان. خلاص اهي.